طريق تيزنتشكا رابع أخطر المحاور عالميا، طريق تجمع بين العمق التاريخي وجمال الطبيعة وبين حكايات منعرجاتها المرعبة. السفر فيها متعة واتخاذ الحذر واجب في طريق تتسبب في حوادث مميتة، فهل يحترم السائق قواعد السير؟ كندير هاد الطريق الرئيسية ديال مراكش ورزات تقريبا من 1994. حضرت لواحد العدد تاع المآسي، حضرت لواحد العدد ديال الكوارث على السير الطرقات. الناس ما كيحترموش يعني الخط المتصل، وهذه دعوه ان الناس خصهم يبدلوا في هذه السلوكات. هذه السلوكات كان على الدهر وشريب. خص الانسان انه يحاول يحترم قانون السير. الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات بتيزنتشكا عرفت أشغال توسعتها تقدما ملحوظا، والآليات تواصل عمليات الحفر للرفع من جودتها وتجنيب المسافرين كابوس السفر على حافة الموت. تيشكا هادشي اللي تدار فيها تيشكا مزيانة، ولكن ما كيحترموش فيها القانون. تيضربوا في الخط المتصل. هو دابا هذا الخط هذا صفر تقريبا بحال الصفر بحال الابيض، راه اللي يقطع الابيض يقطع الصفر. محور يعرف مرور حوالي 2500 عربة يوميا، ما يلزم السائق اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لما لا يحمد عقباه.